طيب علشان احنا اتفقنا ان انتوا اللي هتشاركونا كل الفيديوهات اللي جايه، وان انتوا هتقولوا لنا احنا هنعمله. الطلب مني طلب غريب شويه، طلب مني ان انا اجرب كل المنتجات او معظم المنتجات الرخيصه اللي بتبقى موجوده في السوبر ماركت. فعلشان كده قررنا نعمل حاجه غريبه وهنجربوها مع بعض. دي الحاجات اللي انا لقيتها في السوبر ماركت اقل من 5 جنيه. كان حد قال لي نعملها بجنيه، بس انا ما لقيتش الحاجه دي خالص طبعا بجنيه. فقلنا نجربوا شويه الحاجات دي مع بعض وناخدوا راي بعض فيها. وهنبدا بحاجه حاجه مع بعض. هنبدا بده ونجربوه. ده المفروض ان هو سعره 3 جنيه. طبعا انا مش عارف ده ازاي، بس هنجربوه مع بعض بقى ونعرف مع بعض. نفتح كده. ده شكله من جوه. انا شايف ان حجمه كويس جدا على 3 جنيه، وتقريبا كده من جوه مليان يعني. هنشوف. شكله مقرمش كمان. ده عظيم جدا. طيب الطبقات بتاعته حلوه اهي والله، يعني انا شايف طبعا كميه الشوكولاته القليله اللي جوه منه قليله جدا، بس هنجربوها مع بعض ونشوفوا راينا ايه. الويفر هش جدا. طعم الشوكولاته مش واضح قوي، بس مقارنه بسعره انا شايف ان هو كويس. طبعا ده بغض النظر مش عايز اقول لكم ان ده منتج مصري 100%، ومصنوع كمان في اسكندريه، فمقارنه بسعره حاجه كويسه جدا. تعال نخش على بعده. قنبله. ديت المفروض ان هي شركه تيتي. هنجربوها مع بعض عشان المنتج ده انا شفته زمان، بس انا ما كنتش بجربه، فنجربوه دلوقتي مع بعض ونشوفوا ايه طعمه ولا ايه اخباره من جوه. دي سعرها 5 جنيه. مش عارف ازاي، مش شايف انها صغيره جدا، بس يعني خلينا نشوف الطعم ونشوف هو مكتوب عليه ان هي الكراميل. شوف الحشو بس من جوه ايه نظامه الاول. شايف ان هي مش محشيه حاجه من جوه. خلينا برضك نفتحها اكتر ونشوف. في طبقه من فوق هي الكيكه وعليها طبقه كراميل ومغلفه كلها بالشوكولاته. طعم الشوكولاته تحس ان في طعم سوداني شويه، مخلي طعم الكراميل حلو قوي. حلوه جدا، بس انا شايف ان هي كانت ممكن تبقى ارخص من كده، بس حتى لو ب5 جنيه فهي كويسه. ده شركه تاو تاو. ده سعره 2 جنيه مكتوب عليه 2 جنيه. هو تقريبا حجمه صغير جدا. هنشوف برضه مع بعض. اهي اهي دي القطعه اللي ب2 جنيه. ده هي تقريبا كده محشيه مارشميلو، لان انا شايف ان في مطه كده بصوا كده، في مطه وانا بقطعها، فده تقريبا محشيه مارشميلو. خلينا ندوق مع بعض. طعم الشوكولاته هي مش شوكولاته، هي كاكاو. طعم المارشميلو مخلي طعم البسكوت طري، فالتجربه مش احسن حاجه، بس مقارنه بسعره شايف ان هو يعني ده يوازن ده. ف2 جنيه فكويس. ده منتج بجنيه، ودي تقريبا ارخص حاجه انا كنت لقيتها. اسمها بيور. هو المفروض ان هي شوكولاته محشيه فراوله او طعم فراوله. نشوف بقى مع بعض. طبعا مش عايز اقول لكم دي بجنيه. بصوا قد ايه بقى. قد كده. دي انا مش عارف هي فيها ايه، مش عارف. ده منظرها. شكلها مش حلو خالص بصراحه، وشايف ان هي فيها لا ده. طيب خلينا ندوقها مش هنخسر حاجه خالص. نجربوها. طب والله لذيذه. طعم الفراوله واضح فيها جدا، بس طبعا طعم الشوكولاته مختفي خالص. دي تقريبا نوجا، بس طعمها حلو قوي، طعم الفراوله باين جدا فيها. لا حلوه حلوه. انا مش عارف ده ايه بصراحه، بس هو مكتوب ان هو للاسف لا، مستورد من تونس. بس انا شايف ان ده منتج سعره 3 جنيه برضو. انا مش عارف ازاي مستورد 3 جنيه. خلينا نشوف مع بعض. واصلا شكل التقفيل بتاعه حلو جدا اصلا. شكله شبه الكيت جدا، بس هل هو بقى كيت طعم كيت؟ هنشوف. نفس الكسره حتى في الكيت.
ده شكله من جوه بسكوت عادي خالص مغلف بالشوكولاته. طعمه قريب جدا من الكيت كات على فكره، جميل جدا. لا انا انصح بالمنتج ده، خدوا كده سكرين شوت. انا شايف ان انتوا هتحتاجوه جدا، ده طعمه حلو قوي قوي. اسمه كواترو، منتج لذيذ وسعره رخيص جدا. يلا بينا نخش على اللي بعده. تورته. الشركه ديت انا شفتها من فتره منزله منتجات. طبعا انا مش عايز اقول لكم ان هي بتنافس شركه هوز، احنا عارفين طبعا شركه هوز مش مصريه. هي بصوا، هي انا شايف ان هي عليها طبقه شوكولاته كبيره حلوه جدا صراحه، نفس الفكره بتاعت الهوز، نفس اللفه. وطبعا دي بردك ب3 جنيه. خلينا كده ايه، بس طبعا كميه الكريمه جوه منها قليله جدا، انا شايف كده يعني. خلينا نجرب الطعم نشوف ايه الطعم. هو ما اختلفش كتير عن طعم الهوز مع اختلاف قله الكريمه بس، لكن غير كده الطعم هو تقريبا، بس لو الكريمه تزيد شويه الموضوع يبقى حلو جدا. خش على اللي بعده. ايه النور جه على الكاميرا. الموضوع مغيم. اه ما هو مغيم، يبقى كده طلع الكاميرا قدام سنه، طلع البتاع كلها قدام سنه. يا اما استنى ما كده كده تمام. تعالى كده سنه بس كده. ايه الكرسي كله، ايه الكرسي كله. ماشي تمام كده. اللي بعده ده مارشميلو، انا بحب المارشميلو جدا. ده مارشميلو لقيته ب5 جنيه، ده سعره 5 جنيه. مصري برضك تبع شركة ايجيبت فود، فخلينا نجربوه علشان انا بحب المارشميلو طبعا، فمش محتاج ان انا اقول ان انا لازم اجربه. انا حبيت، كنت عايز اخليه للاخر بس هو اللي جه في ايدي بس. اهو ده حجمه هو حلو جدا للاطفال بصراحه، يعني انا بحبه جدا. فبس الاطفال عادي انا احبه على فكره. ما بيفرقش كتير على المستورد على فكره، طعمه كويس جدا. انا شايف ان المنتجات المصريه ابتدت تتحسن من ساعه المقاطعات اللي حصلت في الاخر دي، بس ده حلو كويس جدا، طعمه كويس ولذيذ. وشايف ان هو طعم السكر اللي فيه مش عالي كمان، فيعني لو الاطفال قررت ان تمسك بيه فينفع نتنازل عنه ونسيبه الاطفال عادي. اوكي اللي بعده. دي حاجه اسمها ويك. ويك دي بتقلد شركه فلوس، اكيد عارفين فلوس طبعا بتاعت جلاكسي. دي بتقلد، دي مصريه برضك، شركه مصريه 100%. ده سعره 5 جنيه برضو. خلينا نجربوه. انا شايف ان هو التقفيل بتاعه كويس برضو. ديت انا شايف ان هي قطعه صغيره على انها تبقى ب5 جنيه، بس خلينا نشوفها محشيه ايه. شبه الفلوتس فعلا، من جوه شويه شوكولاته. طبعا الطعم هيحكم بقى دلوقتي، طعم الشوكولاته ايه نظام، لان هو اللي بيحكم في الحاجات دي كويس. فخلينا نجرب الطعم. لا طعم الشوكولاته مسكر جدا، والويفر بتاعها مش احسن حاجه، فانا لا، تجربه مش لذيذه ده خالص، مش احسن حاجه يعني. سعره وهو كاتبين هو بالبندق، هو ما فيهوش اي طعم بندق اصلا. اللي بعده. دي المفروض ان هي كونو لوتس. فالكونو لوتس دي هنفتحها مع بعض ونشوفوا ايه نظامها، نجربوها بقى اهي. ديت سعرها 3 جنيه. نفتحها. والله شكلها شيك. شكلها حلوه من جوه. دي حجمها، كنت حابب اكسرها معاكم عشان اعرفوا من جوه عامل ازاي. هي فيها حاجه جوه لوتس، بس انا مش عارف ايه هي. فخلينا نجرب طعم البسكوت بتاعها. شوفوا.
بسكوت طري مش احسن حاجه. طعم الحاجه اللي جوه ديت احنا عايزين نعرف ايه هو. هي طعمها دهني شويه، بس انا مش عارف دي شوكولاته ولا ايه، بس هي طعمها فيها في طعم اللوتس جامد فيها، طعم القرفه طاغي فيها، والطعم الدهني ده مخلي طعمها مش احسن حاجه. لكن هي شكلا شيك، لكن ما لا التجربه بردك مش كويسه. اللي بعده. بصوا هو فاضلين معانا 4 منتجات، اوكي، عشان وقت الفيديو فهنجرب منهم 2 وبقول لكم بقى رايي في الفيديو. ديت بجنيه، انا كنت بجيبها من فتره كبيره ب 25 قرش، بس مش عارف ايه اللي جرى لها، صغرت جدا وبقت بجنيه. فخلينا برضك نشوفوا ايه وضعها دلوقتي. عايز اقول لكم ان هي تقريبا اختفت مش صغرت. ده شكلها. كنت بجيب منها اللي بالفراوله، انا ما جبتش منها الشوكولاته قبل كده، مكتوب عليها ان هي ميني ساندوتش بينك بي. ف اتمنى ما يكونش الطعم اتغير زي الحجم يعني. الطعم للاسف اتغير، طعم الشوكولاته اتغير جدا، مش هو الطعم اللي كنت بجيبه. و دي بليزو، دي ب 3 جنيه وفي منها ليد ب 5 جنيه. المنتجين دول بقى انا هجربهم بعد الفيديو واقول لكم رايي بعدين. دي البليزو، هي مكتوب ان هي اسمها بليزو، فانا دي عباره عن ايه انا مش عارف. من الواضح ان دي بسكوته فلوتس جوه، ودي تقريبا حبوب كريسبي عليها وعليها شوكولاته. شوف كده من جوه. شوفوا طعمها ايه بقى. فيها كراميل، جميله جدا، رائعه. وده كان الطلب اللي انتوا طلبتوه مننا في الفيديو اللي فات، وقلت لنا ان احنا هنجربوا الحاجات ديت. هستنى ارائكم، ويا ريت تشتركوا معانا في القناه علشان خاطر كل حاجه جديده تنزل تشوفوها انتوا اول ناس. وحابب اقول لكم ان اللي انتوا هتطلبوه هو اللي احنا هننفذه، ودي قناتنا كلنا واحنا بنجرب الحاجات اللي انتوا بتختاروها. سلام. وقفت.